حسن السير موسخ، جوج داخلات كذا. ها انت حرمتي راسك مثلا من واحد الخدمه، حرمتي راسك من بزاف في عينهم، هذاك حبس رد بالك، واخا انت ما دخلش على شي. الحريه الشخصيه ديالك كتبقى مدعدع. باش نكونوا فاهمين، يعني بنادم الاخوان بكل رجوله يحاول. المهم الاخوان فحال اللي قلنا غندخلوا في القصه الثانيه. قبل ما ندخلوا في القصه الثانيه بغيت نقول لكم واحد الحاجه، وهي ما نكذبش عليكم، انا كنتاسف من بعض الناس كنت كنشوفهم في الحبس. الصراحه كنتاسف. علاش؟ حيتاش كتشوف الحاله ديالو النهار الاول كيفاش كيدخل، من كتدردر مع على الظروف الاجتماعيه وكيفاش عايشين وبشحال بيهم والخدمه وكذا وكذا، زائد الادمان، زائد بزاف د اللعيبات، كتجبر الحبس خير له. علاش الحبس خير له؟ الحبس انا بالنسبه لي اللي جاني فحال مصحة المدمنين، فيها واحد الجناح د مصحة المدمنين. بنادم اللي باغي يربي صحته وتهلا في راسو وكذا كيبعد من الادمان وكذا، فيها واحد الاتجاه اللي هو مصحة الهبل. يعني كاين واحد الماركة حمقى كتدخل غير تضيع الوقت، حيتاش اصلا عاها في المجتمع في الزنقة. فحالياش انا نقول لك فحالياش كاينين واحد النوع د الابهات والامهات، الله يسمح لنا من الوالدين، زعما الصراحه لو كان كيعاملوا مع ولادهم داكشي اللي كيعملوا معاهم من كيكونوا في الحبس، كتجبر اخر مقوده عليه وحازق وما عندهم ما ياكلوا في الدار، ومع ذلك كتجيلو 500 حتى 800 درهم في السيمانه. كيعيش مالك في الحبس. في الزنقه ما كياكلش دانون، ما كيلحقش يتيسيس في الطريق في زيت الزيتون، في الزيت كحله. ولكن في الحبس كتجبر عنده السيمانه فيها القفه اللي عادك له اسره، عائلته كامله تقدر تاكل ديك 800 درهم في شهر، هو كيكدا في سيمانه. عليها بزاف د الناس كيختاروا يمشيو للحبس. حنا ما نهضروش على هاد الناس هادو اللي كيمشيو للحبس غير باش ياكلوا، باش الوالدين ديالهم يجيبوا له تشاندر جديد، وباش. تخيل معايا في الزياره، انا بعدا من ديك الناس اللي كنت من كتوصل الزياره ما كنبقاش نعوض ولا نسكسف ولا كذا. واحد النهار سقسيت واحد خانه قلت تخاف بالرجل، انا في الزنقه كنعرفك الخباب. قال لي لا، وانا هنايا باش ما يقولوش دخل عليا الوقت. يعني انا ككن، لو كان انا اب وابني في الحبس، ندخلو نجبرو بديك الحالة، نقيو الشعر واقف والسروال كدا والتشاندر فري، خليه له غير صاحبو كدا باش يبان لك الزيارة. الرجولة ما نزيدش نزورو باش نكونو فاهمين. قلتلو زعما قال لي لا، باش الوالدين عاود ما يتخافوشي وما يقولوش دخل عليا الوقت وكدا. اذا هاد الوالدين ديالك باغيين لك الحبس، هاد الوالدين ديالك فرحانين باللي راك نقي في الحبس، احسن من الزنقة وتجيب لهم المشاكل والادمان وكذا وكذا. المهم ماشي هذا الفيديو ديالنا ولا المضمون من الفيديو. المضمون من الفيديو هو الاخوان اللي كيبقى مدوخ فيها انا وبنادم برزقو، بحال واحد القصه اللي عاودناها على اتصالات المغرب، 3 الدراري اللي بغى يشوفها هي في صندوق الوصف. قصه هايله ما بها شي، واقعيه ومن ارض الواقع. انا اللي كنبقى مدوخ فيه هي بنادم عنده رزقو، خدام، وكيتدخل في شي حوايج، كيوسخ راسو باطل. دابا فحال هاد الفيديو اللي قلت لكم هو في صندوق الوصف، اخر كيتخلص 8000 درهم في الشهر. علاش غادي يسرق مثلا مليون ونص؟ هو في شهرين مليون و600 الف فرانك كيجيب في شهرين، احسن من ديك الشهر التماره والسرقه وكذا وكذا، ومشيت حتى الرباط بيع واجب. المهم خلينا ماشي هذا الموضوع ديالنا. الموضوع ديالنا هو كيبقاو فيا فحال هاد الناس هادو بكل صراحه. اخر خدام مثلا وبرزقو وعنده، فحال اللي غنهضروا عليه في هاد القصه هادي. واحد الدري كنعرفو شخصيا، دري الحمد لله برزقهم، عندهم حوانت، جوج ديال الحوانت الملابس، جوج الحوانت خاصين بيع الملابس، جوج. واحد بعدا في واحد البلاصة ملكية دخل فيها النهار ديالو مضخم، وحده في وسط المدينة بلاصة زايدة ملكية. يعني النهار ديالو كيجيبو. تخيل معايا علاش دخل بعامين ونص الحبس على بوطي ترانكيس. شحال عنده د الربح مثلا في ديك بوطي ترانكي؟ غادي نجيو نحلو ونفسرو ونشوفو نجبرو عنده د الربح. بوطي ترانكي كيتباع دابا حاليا 95,000 فرانك، 90,000 فرانك، قول 85,000 غادي تبيعو 30 درهم من الحبة، ولا ب35 درهم كاع، غيجيلك 150، 165,000 فرانك. غتحيد منا 90,000، شحال بقات لك د الربح؟ ياك مكيبقى لك والو. شحال كتبقى 75,000 فرانك مع الكوشور ديالك مع كذا، عاد بقى لك 500 درهم حتى 600 درهم. اسيدي بقات لك 600 درهم. 600 درهم بعتيه في يومين مثلا، حيت انت كتقول عايق وكتبيع بالاحتياط وكذا، ما كتبيعش بزاف، عندك الدراري ديالك داز دقا، انت مشيتي للحبس على ديك الدراري ديالك، ومع ذلك كتربح 50.
وين بلاش اخاي انا ما نوقفش مثلا في المحل الاب ديالي ونوقف ونبيع ملابس وندي مع هذا 20 درهم وهذا 10 دراهم وهذا 15 درهم وهذا كذا، ونجمع ديك 500 درهم في يومين مثلا حلالا طيبا بلا صداع الراس بلا والو، ونبقى ليبري، نبقى هاني مرتاح. انا ما نكذبش عليكم، انا كنحسد في هاد الناس هادو اللي عندهم كيدخلوا في هاد الطريق هادي ولا في هاد المشاكل هادو، اولا كتجبر عنده واحد الفكره اولا خلاق مأثر صغرو كان مقموع مع الناس اللي صلابين في الزنقه وكذا، كبر واحد شويه كيبغي يفرض راسو في هاد الطريق هادي. يعني انا كنبيع المخدرات في واحد الحي هكذا، فهمتيني؟ يعني عم مقود داخل الحبس كذا، واش زعما بنادم يخاف مثلا؟ ولا انت كتطبق شي غريزه اللي محروم منها هادي واحد المده دابا عاد باغي تطبقها، وحتى كبرتي عاد انت عاد داخل خارج الحبس، جوج دخلات علاش على الدواء وانت برزقك عندك جوج الحوانت عايش بهم مالك. علاش؟ انا هادو اللي كيبقاو فيا بالرجوله، وكنحسد هاد الناس هادو بكل صراحه. انا يكون عندي محل ديالي غير نبيع فيه غير الكارو كاع، والله يكون عندي ترسيد كارو كنبيع كارو وكذا، ونجيب غير النهار ديالي مزيان، غير 80 درهم في النهار ما خصني والو. والله ما نفكر في شي حاجه مثلا اللي عديني للحبس، واصلا ما كنفكرش فيها بكل رجوله وبكل صراحه. والله ما كنعملو شي حاجه اللي عدينا للحبس، الحمد لله اهم حاجه يعني دينا درس وحاولنا نستافدوا من ديك الدرس. ما كايناش شي حاجه اللي تستاهل طيب القلب الوالدين ديالك باش عاد ودرز عليها راسك وصحتك وشبابك ودوز حباسات. والحبس عادي كوخي لا ضر، ولكن شنو دابا مثلا انا غنمشي نخدم في شي شركه غيطلب لي حسن السيره، ما عنديش شي حسن السيره موسخ جوج دخلات كذا. ها انت حرمتي راسك مثلا من واحد الخدمه، حرمتي راسك من بزاف، وهذيك النظره د الفاميليا ولا د الناس كتبقى ديما في عينهم. هذاك حبس رد بالك، واخا انت ما داخلش على شي جرم اللي مقود سراق ذبح مع السلام، دخل واحد الجرم عادي كنتي كتدبر باش تعيش ولا كذا ولا كذا. ومع ذلك كتبقى ديما منك واحد النظرة، وبالخصوص إذا كانت الكاركتر ديالك ديك الناس اللي غنقولو عليهم محاوشرين، ديما غتبقى أصلا ملي كتوصل لواحد المومنتو وكتجبرك مثلا مخدرات كذا كذا، كيبدا يجيلك واحد الوسواس واخا بلا بنادم ما يظن فيك ولا يحس بك حباس ولا يحس بك شمكار ولا يحس بك كذا، مع بالك انت كتقول اوف، غير شي تصرف من شي واحد ماشي هو هذاك ما عجبكش كتقول هذا موسوس مني ماشي لعبه، هذا كذا هذا كذا. يعني انت كتبقى مريض مع راسك مع الدماغ ديالك مع الحريه الشخصيه ديالك، كتبقى مدعدع. باش نكونوا فاهمين، يعني بنادم الاخوان بكل رجوله يحاول من الامكان يختار الطريق الصحيحه، يختار رضا الوالدين، يختار شي حاجه اللي يستافد منها من هنا للقدام. ما تفكرش في اليوم ولا في غدا، لا، فكر شنو تعمل للقدام مع الوقت، فهمت؟ باش ما تندمش في حال اللي ندمنا حنا بكل وضوح وبكل صراحه. ندمنا واحد الندمه ما عاد نفعك ندامه، ما تنفعكش، والله ما تنفعك. ومشكله ملي كتبدا داخل في شي طريق ماشي هي هذيك وكتبعد على الطريق ديال الله وكذا، كيبقى ماشي بك ديك الطريق اللي داخل فيها غير في الدمار، حيط مورا حيط، كتجبر ابسط حاجه كتقهرك، فهمتيني؟ ولكن بنادم يحاول يختار الطريق الصحيحه حتى تشوفها صافي تكفست عاد تكفس باباها باش تيدا مشيتي عادي. بالواقع نهضروا بالرجوله، ونصيحه من وزاره الصحه من الشباب ديالنا يحاولوا يحتلوا على صحتهم، اهم حاجه ما درزيهاش بمخدرات، ما درزيهاش بسهر الليل، ما درزيهاش بمخالطه اللي ما صالحاش، بحال اللي كنشوفوا دابا فلان قتل فلان، فلانه قتلت فلان. هذيك هي المخالطه والحقد والحسد والغيره وشي حوايج بساطين. من كتحلل في شي حاجه في شي دراما وقعت لك ولا كذا، كتجبر واحد الديفو بسيط عملته وما استفدتيش منه وعاود كتعاود ديك الغلط. يعني من الاحسن الاخوان حنا هادشي هذا اللي كنعملوه بالرجوله، ساعه ديك القصص اللي كنعاودو والله ماشي لعبه ولا باغيين نستافدوا منها بشي حاجه، باغيين خوتنا وصحابنا وحبابنا يستافدوا، الدراري اللي عاد طالعه يحاولوا يتفاداو شي لعيبات كذا. حتى شي داف حللتي في شي فيديوز كنهضروا فيهم، غادي تجبر كنهضروا لك على المجتمع المغربي والواقع المعاش وكيفاش تفادى الطريق اللي جينا حنا فيها بق باش نهضروا نيشان. حنا ما فرحانينش بهاد الحياة ولا بالحياة اللي دوزنا كاملة، وهادشي
على الشاهد العصر، راه بنادم يشهد لك بشي لعيبات، ولكن ما أهم حاجة هي بنادم يعيق ويفيق ويحاول ميعطيش يترمتو من الحرام.